فين اللي لسه بتقلي البتنجان وبتخلص عليه نص ازازه زيت؟ النهارده بقى في الفيديو بتاعي ده هنقول وداعا لآلية البتنجان في الزيت. طيب هتعمليه ازاي يا مسامة؟ خليكي بس معايا كده في الفيديو وسمي الله وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسينيش بقى باللايكات، اللايكات يا جماعه، وبالاشتراك لاول مره بيشوفوا القناه. فعلوا لي بقى الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي، قناه بيتك من نار مع سما. ويلا نبدا الفيديو. من حوالي كام يوم كنت منزله كده فيديو شورتس عن صينيه المسقعه من غير ولا نقطه زيت. النهارده بقى الفيديو بتاعنا حلو جدا برضو وشيق، عامله لكم احلى طبق مقبلات من البتنجان المقلي المخلل اللي ما فيه السفره بتخلى منه. ويا سلام كل اللي قاعدين بيسيبوا كل الاكل وبيمسكوا في البتنجان الجميل ده. يلا بقى نشوف هنعمل ايه وخطواته ايه، وما تروحيش في اي حته، خليكي معايا لاخر الفيديو هيعجبك جدا. طبعا بعد ما بتشتري البتنجان وبتنضفيه وبتغسليه، بتجيبي السكينه كده وبتفتحيه كده من الجنب، يعني فتحه صغننه، مش بتفتحيه للاخر. طب انت عملتي كده ليه؟ علشان هقولك، عشان لما بفتحه كده بطول البتنجانيه بينشف مني كده في الآلية، وانا مش حابه ده يحصل، عايزاه كده من جوه ابيض وطري. وانا بحب اختار البتنجانيه القصيره كده شويه، اللي بتبقى قلبوزه كده علشان بتبقى فيها شويه لحم حلوين قوي قوي. تيجي تاكلي البتنجانيه كده ايه، تتمزجي كده وانت بتاكلي. تمام زي ما شفتي، جبت الجريلا وحطيت فيها بالظبط 3 معالق زيت. معقوله ده اللي هيقلي البتنجان؟ اه والله. وبعد ما سخنتهم قمت جايه مهديه النار، ونزلت بقى ايه بالبتنجان بتاعي، بقلب فيه شمال ويمين وفوق وتحت. وده بقى هيقلي معايا البتنجان، والله هيقلي. جربي ومش هتخسري ان شاء الله. تجربي في نص كيلو بس، انا كنت جايبه حوالي كيلو، وطبعا يعني نص وقلت اسلقه عشان عندي اللي بيحب مسلوق، والنص التاني قلت اقليه كده زي ما شفته. وكان جميل جدا، وانا بعرف انه خلاص بقى استوى وطري معايا لما الفتحه الصغننه اللي انا عاملاها دي زي ما شايفه كده بدات تفتح في معظم البتنجان. طبعا وكل ده بيبقى على نار متوسطة او اقل حاجة بسيطة، لانك لو عليتي النار هتلاقي البتنجان اتلسع منك وفي نفس الوقت لسه جامد وما استويش. انما انا عشان اقليه بالشكل اللي قدامكم ده في حدود ال3 معالق زيت، وعايزاه يستوي ويبقى طري من جوه كده وحلو وطعمه جميل معاكي، لازم تهدي النار. هنعمل مع بعض دلوقتي بقى الدقة. طبعا هتكوني جايبة 3 فصوص توم مهروسين، انا مش مكترة توم بس مكترة الفلفل الرومي الاحمر. طبعا برضو دقيته في الهون هو كمان. وهحط بس معلقة ملح، وهحط معلقة كمون، وحطيت برضو معلقة هريسة شطة كنت عاملاها يعني وفي التلاجة. وبعد كده هقوم حاطة عصرة نص ليمونة. ده بالنسبة للدقة بتاعت البتنجان المقلي، ما بعملش اكتر من كده، ما بحطش اي حاجة تانية غير كده. عايزة طبعا تبادلي بقى البتنجان بالفلفل، قصدي الرومي الاحمر، بفلفل اخضر مفيش مشكلة. عايزة تحطي قرن فلفل حامي مفيش برضو مشكلة، حسب الرغبة. يعني انا استبدلت الفلفل الاخضر الحامي بهريسة الشطة بس كده. انا ما بحبش اكتر التوم علشان برضو لو حد عنده قولون، حد تعبان بمعدته، يبقى برضو البتنجان خفيف عليه وما يضايقهوش وهو بياكل. وطبعا باين جدا ان البتنجان بتاعي طري ومستوي وحلو، وكل ده ب3 معالق زيت فقط لا غير. حطي 3 معالق زيت في اي طاسة عندك، وبعد كده سخنيها، وبعد كده ابدأي هدي النار، يعني متوسطة او اقل حاجة بسيطة. وطبعا تكوني جايبه بقى البتنجان بتاعك فاتحه له كده فتحه صغننه كده من على الجنب زي ما انا ما عامله كده في اول الفيديو. وبعد ما تحضري بقى الدقه تقومي جايه حاشيه. لما تعملي بالطريقه اللي بقولك عليها دي، صدقيني هتدعيلي وهتوفري زيت كتير، وفي نفس الوقت كمان هيكون البتنجان معاكي فعلا خفيف وحلو جدا في الاكل، مش مثلا تقيل يتعبك ولا يتعب القولون ولا يتعب المعده. بصي من جوه قلبه ابيض زي القشطه كده بالظبط، وطري زي الملبن. والله العظيم انا بصراحه مبسوطه بالنتيجه جدا. انا ما كنتش مصدقه ان دي تبقى النتيجه. انا كنت بقول هجرب، لان طبعا متعودين كلنا ان احنا لازم نقلي البتنجان في زيت غزير، فطبعا دوت صعب جدا صحيا حتى علينا الزيوت الكتير ديت، لان طبعا زيت البتنجان كمان بيقدح قوي، فده طبعا مش بيبقى صحيا كويس. فاهمين ازاي؟ على قد ما نقدر في المرحله اللي جايه ان احنا نقلل من الزيوت في اجسامنا طبعا واجسام اولادنا.
وطبعا كان عندي بقى كام قرن كده فلفل اخضر، قلت بقى ايه برضو اشويهم في الجريلا بعد البتنجان بالمرة يعني. إيه بصوا طلعوا حلوين ازاي، والله برضو استووا وكان طعمهم زي العسل. مش محتاجة انك تملي الطاسة زيت علشان تقلي بتنجان ولا تقلي فلفل إيه لأي أكل يعني. إيه تحبيش أي أكل شعبي. إيه دايما طبق البتنجان المخلل المقلي ده زي ما قلت لكم من ضمن مقبلات أي سفرة. انا كنت يومها طبعا عامله بقى ايه شويه كده سمك مقليين على شويه سلطه، فطبعا ما ينفعش السمك من غير بتنجان. ينفع تاكلوا السمك من غير بتنجان؟ اكيد ما ينفعش. يا اما نعمل البتنجان المخلل المقلي ده، يا اما نعمل صينيه مسقعه. يعني احنا هنا عندنا لازم مع السمك من ضمن يعني تحابيش كده سفرة السمك السلطة، المخلل، البتنجان برضو إيه المحبش كده زي اللي انا عاملاه، يا اما مسقع. بصراحة احنا بنحبه الاكل بالطريقة دي جدا، خاصة مع السمك. طبعا بقى بتكوني عاملة رز ابيض بقى، يا اما رز بالبصل اللي هو رز الصيادية. يعني بصراحة كانت اكلة حلوة جدا. انا البتنجان بحب اكله جدا مع اكلة السمك، سواء سمك مشوي او سمك مقلي. وبألف هنا وشفا بقى على قلوبكم. جربوا الطريقة بتاعة آلية البتنجان دي، ان شاء الله هتعجبكم. طبعا كلكم هتستغربوا ايه الرز الغريب ده. لا انا كان عندي شوية رز قبلها بيوم، رز بالشعرية، وانا عملت رز ابيض عشان السمك. فانا ما برميش اكل، انا استحالة ارمي اكل، ده يعني من زمان مش من دلوقتي بس. فطبعا بعد الرز بتاعي الجديد ما استوى قمت جايه واخده يعني شويه الرز اللي كانوا باقيين دول حطيتهم على الوش، وغرفت طبعا الاكل عادي بيهم وبيتاكلوا بألف هنا وشفا علينا وعليكم. إيه اوعي ترمي اكل، الزمن صعب والظروف بقت صعبه، وربنا يعيننا جميعا على احوالنا وعلى بيوتنا وعلى اولادنا كمان. إيه وعايزه اقول لك انك انت في الحركه بتاعت آلية الزيت ديت هتوفري قصدي آلية البتنجان معلش اعذروني، هتوفري زيت بشكل ما تتصوريوش، لان البتنجان كان بيمتص كمية زيوت رهيبة، والله بيمتص كمية زيوت رهيبة. انما بالطريقة دي هتوفري زيت قوي، الازازة مش هتخلص منك او نصها زي ما كنا بنعمل. حتى كمان المسقعة انا عاملاها بالطريقة دي وطلعت احلى صينية مسقعة. اعتمدوا بقى الطريقة دي ان شاء الله بعد كده وانتوا بتقلوا البتنجان، سواء البتنجان الطويل او البتنجان الكوبي للمسقعة. كنتم مع بيتك ونار مع سما. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش باللايك والاشتراك لأول مرة بيشوفوا القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.